أهلا بكم أصدقائي في نشرة نارية. انتقالات مشتعلة، عقود توقع وأخرى ترفض، مستقبل لاعبين كبار يتغير أمام أعيننا. فلنبدأ بعد هذا الفاصل. تيباس يفجرها، برشلونة لا يمكنه تسجيل نيكو ويليامز. تصريح ناري من رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس: حتى الآن برشلونة غير قادر على تسجيل نيكو ويليامز لأسباب مالية. الخبر صادم لعشاق البلاوغرانا الذين كانوا يأملون برؤية نيكو بالقميص الكتالوني هذا الصيف. أنسو فاتي يجدد ثم يرحل. أعلن برشلونة عن تجديد عقد أنسو فاتي حتى يونيو 2028، ولكن اللاعب سيغادر مباشرة إلى نادي موناكو الفرنسي في انتقال مؤكد بعد خروجه من خطط فليك. جوناثان ديفيد إلى يوفنتوس. السيد العجوز يتوصل إلى اتفاق شفهي نهائي مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد لضمه في صفقة انتقال حر. اللاعب وافق على جميع شروط العقد المقترحة، ويتبقى فقط تبادل الوثائق الرسمية وتحديد موعد الفحص الطبي. العقد سيوقع قريبا. ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ من أجل لويس دياز. بايرن ميونخ تقدم بعرض جديد للتوقيع مع النجم الكولومبي لويس دياز، لكن الجواب كان واضحا: مرفوض. ليفربول يتمسك باللاعب رغم أن عقده لم يجدد رسميا بعد، ورغم الاقتراب من الاتفاق على التجديد. باب الرحيل ما يزال مفتوحا، لكن الإدارة تفضل الاحتفاظ به. رودريغو يعيش لحظات صعبة في مدريد. لعب رودريغو فقط 23 دقيقة في آخر 3 مباريات مع ريال مدريد. تسريبات إعلامية تؤكد وجود توتر في العلاقة بينه وبين المدرب تشابي ألونسو. هل هي بداية النهاية لرودريغو في سانتياغو برنابيو، أم أنها مجرد مرحلة مؤقتة قبل الانفجار؟ إليكم أبرز 10 النجوم المرشحين للرحيل في هذا الصيف. فيدريكو كييزا، ليفربول، مطروح للبيع لتقليل الرواتب، يفضل العودة إلى إيطاليا. نابولي وريال بيتيس مهتمان. كايل ووكر، مانشستر سيتي، خارج حسابات غوارديولا. ميلان لم يفعل الشراء. إيفرتون الأقرب لضمه. جواو فيليكس، تشيلسي، لا يدخل في خطط المدرب الجديد. اهتمام من بنفيكا والنصر السعودي. جادون سانشو، مانشستر يونايتد، راتبه الكبير يعرقل انتقاله. نابولي والهلال الأبرز مهتمين. دوغلاس لويز، يوفنتوس، لم يلبي التوقعات، مطروح للبيع أو التبادل. دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، راتبه المرتفع ورفضه التجديد يدفع النادي لبيعه، مطلوب من ميلان وريال مدريد. أليخاندرو غارناتشو، مانشستر يونايتد، خلاف حاد مع المدرب أمورين. مهتمون تشيلسي، توتنهام، نابولي، أتلتيكو مدريد. جاك غريليتش، مانشستر سيتي، مستبعد من بطولة الأندية، راتبه عبء على السيتي. نابولي جاهز لدفع 52 مليون يورو. ماركس راشفورد، مانشستر يونايتد، علاقته متوترة بالمدرب. إنتر ونيوكاستل وأندية سعودية في الصورة. داروين نونيز، ليفربول، لم يقنع المدرب الجديد، معروض ب60 مليون يورو. مهتمون به ميلان، نابولي، الهلال السعودي. تير ستاغن، برشلونة، النادي يريد بيعه لكنه يرفض الرحيل ويتمسك بمكانه. كانت هذه نشرتنا السريعة لهذا اليوم. انتقالات تحسم وعقود تتأزم وعلاقات تهتز داخل الأندية الكبرى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر الأخبار لحظة بلحظة. أنا معكم دائما في قلب العاصفة الكروية. إلى اللقاء.